يا مساء الخير عليكم، برحب بكم في قناتي، قناه المخرج البير انطون. الريل النهارده هكون بتكلم فيه لكل الناس اللي قدموا في المعهد العالي لفنون مسرحيه وان شاء الله بيستعدوا عشان يحفظوا المونولوجين سواء باللغه العربيه او باللغه العاميه. حاجه مهمه جدا 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 لغايه الصبح نخلي بالنا منها. لازم نكون قاريين المسرحيات كويس، بلاش نروح كاننا حافظين باراجراف وبنسمعه. الدكاتره هيسالوا في كل ما يتعلق بالمسرحيه، الشخصيات ايه علاقتها ببعض، كل حاجه. في حاجة مهمة حصلت امبارح وحابب انبهكم عليها. في بنوتة بعتت لي على الماسنجر، بعتت لي مشهد من هاملت، مشهد اللي هي حبيبة هاملت اللي هي اوفيليا. فالمهم يعني شفت المشهد فبصراحة ما عجبنيش، قلت لها لا المشهد مش قد كده، ما اقنعنيش يعني. فقلت لها انا حاسة ان انت ما قريتيش المسرحية. قالت لي ايه ده، ازاي عرفت؟ انا فعلا يعني مش قارياها قوي، يعني انا عارفة القصة كده من بعيد لبعيد يعني. قلت لها لا ده مش مظبوط، الاختبارات يا جماعة الدكاترة مش بتسمع احنا حافظين ايه. وقلتها بدل المرة 20 مرة، لازم نبقى قاريين المسرحية كويس ونفهم ابعاد الشخصية اللي احنا بنقدمها كويس وعلاقه الشخصيات ببعض، لانه وارد ان احنا نتسال في كل حاجه بدايه من المسرحيه دي بتاعت مين. لو احنا بنتكلم على هاملت فنقول شكسبير، طب شكسبير المسرحيه اللي احنا واخدينها دي عن ترجمه مين اللي مترجمها؟ طب الاحداث دي حصلت فين؟ يعني هي احداث احنا عارفين انها حصلت في الدنمارك، فلما يجي دكتور يسالك هي الاحداث حصلت فين ما نقعدش بقى نهبد اي هبد وخلاص. طبعا دي حاجه بتضايق، فبلاش نفتي وبلاش نقول لو حاجه معلومه مش عارفينها، دي حاجه مهمه برضو ما نقولش اي حاجه. فالمسرحيه اللي هناخدها لما نقراها كلها ونفهم علاقه الشخصيات ببعض. ايه علاقه الشخصيه دي بالشخصيه دي؟ طب اوفيليا كانت ايه الصراع اللي كانت مع هاملت؟ طب ايه كانت ايه مشكلتها؟ طب هاملت عمل ايه؟ طب ما هاملت قتل باباها، طب باباها اسمه ايه؟ كلوديوس ولا بولونيوس؟ طب ما احنا عندنا كذا اسم، ما احنا ممكن نتلخبط. فالدكاتره وارد جدا انهم يسالوا على اسماء الشخصيات، علاقه الشخصيات ببعض، صراع الشخصيات، احنا ليه اخترنا الشخصيه دي؟ انت لما تيجي تقدمي اوفيليا هيقولك طب انت قدمتي اوفيليا ليه؟ عجبتك الشخصيه في ايه؟ انت عملت هاملت ليه؟ طب ايه اللي شدك في الشخصيه؟ طب ايه الصراع الاساسي بتاع الشخصيه؟ هسيب لكم لينك للشانل بتاعتي تحت، فيها اكتر من حلقه بتكلم فيها عن الاختبارات وايه المشاكل اللي ممكن تواجهها. وبالتوفيق لكم جميعا، شكرا، سلام.